بتقول على ولدك أو بنتك كسلان وما داير يصحى بدري؟ ولدك ما كسلان ولا عنده مشكلة، المشكلة في فهمك لطبيعة جسمه ونومه. معظم البيوت اللي فيها مراهقين اللي أمهاتنا بعد الحنان الله يديهم العافية ويطول عمرهم ويرحم المتوفين منهم بيدخلوا غرف المراهقين يفتحوا الشبابيك يدخلوا النور فجأة وبأعلى صوت يقولوا قوم نايم اليوم كله، تقول وارث اليوم كمل والشمس بقت في نص السماء. لكن الحقيقة هو ما كان مضيع الزمن، هو بس ماشي مع الساعة البيولوجية بتاعته. في نقطة مهمة جدا جدا لازم كل الأمهات والأبهات يعرفوها، المراهقين طبيعتهم البيولوجية مختلفة عن الناس الكبار، هم في مرحلة بتاعت نمو وتغيير فيزيولوجي وهرموني كبير جدا جدا. واحد من أهم التغييرات دي إنه الساعة البيولوجية حقتهم بتتأخر، يعني جسمهم ما بيكون مهيأ للنوم بدري زي ما نحن الكبار متعودين. عشان كده طبيعي جدا إنه يحسوا بالنشاط في الليل وما ينعسوا بدري، والصباح تغلبهم القومة بدري. فلما تقول له امشي نوم بدري هو جسمه ما جاهز للنوم، عشان كده بيتقلب في سريره وغالب النوم والصباح بيكون ما قادر يصحى. الضغط بالطريقة دي ممكن يخلي الموضوع أسوأ، توتر، عصبية ونفور. طيب نساعدهم كيف؟ المراهق محتاج عدد ساعات نوم كافية لكن في توقيت نوم مختلف. دور الآباء والأمهات هنا ما إنهم يفرضوا بس، لكن إنهم يفهموا طبيعة المرحلة دي. ممكن يساعدون برضو بتنظيم الروتين، يشجعوهم إنهم يعملوا عادات بتاعت نوم صحية زي حمام دافي قبل النوم، يخلقوا لهم بيئة هادية. الجوطة والكواريك عمرها ما كانت حل، وبرضو يكون في نوع من التوازن يعني ما نضغط زيادة لكن في نفس الوقت نساعدهم ينظموا حياتهم، لأنه النوم الكويس مهم جدا للمراهقين لنموهم لتركيزهم ولمزاجهم. ساعدوهم وخلوهم ينوموا ويشبعوا نوم وما تبقوا عليهم انتوا والهرمونات والدنيا.